أحمد حسين الشرع أبو محمد الجولاني. الميلاد 29 أكتوبر 1988 في الرياض، اللايوسام، المملكة العربية السعودية، لعائلة سورية سنية من الجولان المحتل، ترعرع في دمشق وتلقى تعليمه الديني، وحفظ جزءاً من القرآن في مسجد الشافعي في حي المزة، حيث وصفه جيرانه بأنه شاب مطلع يحب التاريخ والقراءة، وذا طبع قيادي من الطفولة. في عام 2003 وعندما كان عمره 19 عاماً دخل العراق أثناء فترة الغزو الأمريكي بهدف الاكتساب الخبرة الدفاعية والمعرفة والانضمام لمجموعات مسلحة، وانتهى به الأمر ضمن صفوف تنظيم القاعدة في العراق. اعتقل بين عامي 2006 و2011 من قبل القوات الأمريكية، وتنقل بين 4 سجون: أبو غريب، بوكا، كوبر، وكامب تاجي. زعم أنه كان يدرس اللغة العربية الكلاسيكية داخل السجون، ويعرف بلقب أبو أشرف. بعد إطلاق سراحه عام 2011 كلف من قبل القيادة المركزية للقاعدة بتأسيس فرع سوري، وتبعه تأسيس جبهة النصرة في 2012 تحت اسمه الحركي أبو محمد الجولاني الذيار. مقاومة محاولات داعش لضم النصرة إليه وقطع العلاقة لاحقا مع القاعدة في 2016، وتشكيل هيئة تحرير الشام HTS عام 2017. خلال قيادته ل HTS أسس حكومة مدنية في إدلب، الحكومة السورية الإنقاذ. أدارت مناطق واسعة وقدمت خدمات وتسيير مؤسسات رغم تعرضها لانتقادات لقمع المعارضين داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها. في نوفمبر 2024 قاد هجوما واسعا ضد نظام الأسد استطاع من خلاله أسرع انتصار أسقط النظام خلال 12 يوما، وتطور إلى قائد سلطة انتقالية اعتبارا من 8 ديسمبر 2024. في 29 يناير 2025 أعلن في مؤتمر نصر الثورة أنه أصبح رئيس الجمهورية العربية السورية، مرحلة انتقالية